أنا اتعلمت يا يحيى خد الكتابة بقوة. فكرة التلكع والتردد والخوف الغير مبرر والفزع والهلع كلها أفكار يمكن التحكم فيها، فإذا لزمت أمر لزمته بقوة مش لزمته برخاوة. لما تمسك منصب جديد امسكه بقوة. لما يجيلك ابن أو بنت ربيهم بقوة. بتغير عيشتك لدولة تانية بقوة. بتتخذ قرار بقوة. منهج ربنا مش بيتفق مع النفسية الدايبة أو النفسية المتلكئة. إذا كان قدرك إنك تتحمل حمل فتحمله بكل ما أوتيت من قوة. طيب إذا كان الأمر فوق قوتي وانكسرت بتكون عملت اللي عليك واتبعت أمر ربنا بإنك تأخذه بقوة. ربنا مش بيأمرك إنك تكون الأقوى، لكن بيطلب منك إنك تبذل كل ذرة طاقة موجودة فيك بدون تواكل ولا كسل ولا خمول. ربنا مش بيحب الإنسان اللي إذا بذل كسلان، وإذا أعطى بأقل القليل، وإذا اتحرك بالعافية. خذ الكتاب بقوة، ودي مش مجرد آية كريمة، دي منهج حياة.